ما ينفعش تكون بتشتكي من ألم في آخر ظهرك مسمع في رجليك وعندك انزلاق غضروفي ومصمم انك توطي وتشيل حاجات تقيلة. ما ينفعش. وبرضه ما ينفعش ان يبقى عندك نفس الاعراض وما بتعمليش تمارين تقوي بيها عضلات ظهرك، لان طول ما عضلات ظهرك ضعيفة هيفضل عرضة ان الانزلاق الغضروفي يزيد وان الوجع ما يتحسنش. وما ينفعش يبقى عندك نفس الاعراض وتكون مصمم تشرب سجاير او تأذي اللي حواليك بالدخان بتاع السجاير وتحولهم لمدخنين سلبيين، لان قلنا قبل كده ان الدخان بتاع السجاير او الدخان بشكل عام بيزود من نسبة الاصابة بالانزلاق الغضروفي. وبرضه ما ينفعش يبقى عندك نفس الاعراض بتاعه الانزلاق الغضروفي وفي توتر وفي عصبيه وفي قلق مالي حياتك فمصحصح كل الاعراض بتاعه الانزلاق الغضروفي. يبقى مشكله الانزلاق الغضروفي زي ما قلنا قبل كده في اغلب الحالات ما بتعوزش العمليه، ودي بتعتبر مشكله مزمنه بتتاثر باللي حضرتك بتعمله في حياتك. يعني لو حضرتك مواظب على تمارين تقوي بيها عضلات ظهرك وبتتجنب التوطية وشيل التقيل وما بتقعدش فترات طويلة وما بتقعدش في قعدة غلط وبتتجنب التوتر والضغط العصبي على قد ما تقدر تعيش حياتك كلها من غير ألم، وحتى لو ظهر بيبقى ألم محتمل وبسيط وبيتحسن جدا مع الأدوية. لكن لو عكسنا بقى، عيان مصمم انه يوطي ويشيل حاجات تقيلة، عيان عضلات ظهره ضعيفة خصوصا في ست البيوت، عيان مدخن، عيان التوتر والعصبية والشد العصبي عنده أعلى ما بيهداش، العيان ده في الغالب بيعيش حياته بألم بتعاسة بان هو حاسس بإعاقة دائمة وظهره ده مسبب له أزمة كبيرة في حياته، وساعات بيضطر يعمل العملية عشان يخلص من الوجع. في حين ان دايما بنقول الوقاية احسن من العلاج. افتكر دايما انك هتعيش مرة واحدة، حاول تعيشها بصحة وسعادة على قد ما تقدر، وافتكروا دايما ان الامل موجود. والسلام عليكم.